بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده ان شاء الله هعمل لكم يا جماعه رز بلبن. اول حاجه جبت كوبايه شاي رز، كوبايه من بتاعه الشاي دي عيرتها رز وسويتها على النار لما اتهرت كده يا جماعه اتهرت خالص. بعد كده جبت بقى جبت نص رتل لبن حطيته عليها كده زي ما حضراتكم شايفين كده، وهسيبه على النار يعني مفيش سيكه كده سيكه اهو يا جماعه. اهو اللبن الرز اللي انا حطيت عليه شويه لبن، هضيف اللبن ده رتلين من اللبن البلدي اهو، بس ساقع يا بنات، انا غلياه وسايباه لما يبرد اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. بصوا يا بنات اللبن عمل قشطه اهي، قشطه اهي، قشطه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. قشطه اهي بتاعت وش اللبن بضيفها معاها اهو. بضيف كمان لبن تاني لو انا حابه، انا عن نفسي هضيف كمان لبن من ده علشان عيالي بيحبوه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. اضيف كمان لبن، ضيف الكميه اللي انت حباها، ضيف الحاجه اللي انت عايزه تعمليها، كيلو 2 3 حسب ما انت عايزه، بس انا بعمل كميه واحطها في الثلاجه لعيالي يسحبوا منها يعني. تمام. بعد ما اضيف اللبن اهو هضيف كمان السكر، وده كله اهو يعني لسه يعتبر ما سخنش اللبن. سكر اهي، كوبايه سكر او حسب ما احنا عايزين. ونضيف كمان معلقتين جوز الهند اهو يخلي طعمه حلو. وهضيف كمان معلقتين كريم شانتيه اهو. بسم الله، بتعزز طعمها يا جماعه. ونضيف سنه فانيليا اهي بس كده، واقلب ده كله. هو طبعا لسه مسخنش اهو، فبقلبه الاول، او ممكن نقلبه الحاجات دي المكونات دي كلها بره على البارد وبعد كده نضيفها، بس طبعا بعد ما نسوي الرز زي ما اتفقنا اهو. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. نقلب كده علشان السكر يدوب اهو يا بنات. نفضل نقلب هو كده لسه يعتبر زي ما قلنا ما سخنش يعني. تمام. كل الحاجات دي على البارد، انا ضامنه ان حاجات المكونات بتاعتي كلها علشان اللبن لسه ساقع ما سخنش، فعشان كده ضفت النشا وضيف لا لسه ما ضفتش نشا، سوري، هضيف النشا اهو. ضفت الكريم شانتيه وضفت السكر، دلوقتي هضيف النشا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، 1 2 3 4 اهو. ضفت النشا اهو واقلب. طبعا مش هيكلكع علشان لسه برضو زي ما قلنا ان اللبن لسه برضو ما سخنش. اما لو سخن منك او انت عايزه تعملي سخن، بقلب النشا ده والكريم شانتيه في كوبايه على البارد، وبعد كده في شويه ميه على البارد، وبعد كده بضيفهم بقى. هضمن كده ان مش هيكلكع معايا. هو انا ضفته علشان لسه بارد برضو اهو. اقلب يا بنات اهو. انا جبت معلقه علشان ادوقه، علشان اشوف السكر مظبوط ولا لا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. مش عاوز اي حاجه، السكر مظبوط جدا. وطبعا زي ما قلت لكم حسب السكر ده حسب رغبتكم، لو انتوا عايزين تقللوا وتكتروا براحتكم. تمام. هفضل اقلب فيه كده لحد ما يمسك وارجع لكم اهو يا بنات. ابتدى ان هو يتقل اهو بيتقل حبه بحبه. طبعا في ناس بتستكفى بالنشا بتاع الرز، بس انا ما بحب، انا يعني طبعا ده كويس، بس انا بزود عليه النشا اللي قلت لكم عليه ده عشان يبقى احسن يعني، يبقى ماسك كويس علشان العيال ياكلوه ويبقى كويس يعني ان شاء الله. فده احسن يعني. واللي حابب يستكفى بالنشا بتاع الرز عادي براحته، بس انا بضيف كده عشان يبقى يمسك يبقى كويس اهو. تقل اهو ما شاء الله تبارك الله، بيتقل اهو
شويه كده وارجع لكم تاني. اهو يا بنات شويه رز بلبن قسما بالله ما يستاهلوا غير بقكم. اهو تقل اهو جميل، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. نعبي بسم الله بسم الله. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا. اسفه على الطرطشه دي، هنمسحها بالمنديل دلوقتي. اهو بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عسل عسل ما يستاهلوش غير بقكم. هخلص الكميه دي وارجع لكم. وبكده يا بنات اهو خلصت الرز بلبن اهو، بس سخن مولع، بسيبه يبرد خالص. بعد كده بدخله التلاجة، وبشوف بقى تاني يوم بعد ما دخله التلاجة ويبرد خالص بشوف الوش المكرمش الجميل اللي احنا بنحبه في الرز بلبن. تبقى والله العظيم طعمه جميل جدا جدا جدا. ان شاء الله تجربوه يعجبكم باذن الله. لو عجبكم الفيديو يا بنات لايك وشير، واي حد يتفرج على الفيديو يا بنات يعمل لي لايك. اللايك ده مش بيخسر حاجه، بيرفع الفيديو بس. فالكل اللي تتفرج على الفيديو اول حاجه نعمل لايك، ولو حبيتوا اكتبوا اي كومنت هرد عليه. تمام، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.